السلام عليكم. اصحى بقى للرز المعمر الحلو. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى صينيه رز معمر على اصوله، وهقولك على التريكات اللي تطلع معاكي الطبقه الكريمي اللي على الوش، وازاي الرز يطلع معانا مفلفل وما يعجنش. يلا بينا نقول بسم الله وندخل على الطريقه وعلى المقادير. عندنا هنجيب نص كيلو رز ونغسله كويس ونصفيه، وبعد كده هننقعه في ميه من نص ساعه لساعتين، وطبعا كل ما تسيبيه يتنقع اكتر كل ما الرز يبقى طري ويستوي احسن. وبعد كده هنجيب كيلو ونص من اللبن البلدي كامل الدسم، نديله كوبايه من السكر وباكو من الفانيليا، وندوبهم مع بعض وندفيهم. واهم حاجه يكون اللبن اللي احنا جايبينه بلدي وكامل الدسم علشان القشطه بتاعته. بعد كده هتجيبي البايركس اللي هتسوي فيه الرز وتديله دهنة زبدة في كل الاتجاهات زي ما انت شايفة، وتنزلي بالرز بعد ما سبناه يتنقع كويس جدا، ونديله علبة من الزبادي، وهنديله معلقتين من القشطة البلدي علشان الدلع. بعد كده هننزل برشة بسيطة خالص من الملح، ننزل بمعلقتين من زيت الذرة، وزيت الذرة ده اكتر حاجة هتطلع معاكي الرز مفلفل ان شاء الله وما يبقاش معجن، وهتديله درجة اللمعان اللي كلنا بنحبها. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من السكر علشان تظبط الطعم. يلا بينا نبس الكلام ده كله مع بعض، سيبه مبسوس من نص ساعة لساعة بعد الا ربع. كده هنجيب اللبن اللي دفيناه ودوبنا فيه كوباية السكر وباكل فانيليا، واهم حاجة نسيب اللبن يبرد، ما ننزلش بيه سخن. ننزل بالكمية اللي معانا كلها على الرز. بعد كده هنطعمه بمعلقتين من الزبدة على الوش. ننزل بقى بالقشطة البلدي، واهم حاجة في الحوار ده كله القشطة البلدي. القشطة دي اكتر حاجة هتديله الطبقة الكريمي، وهتديله طعم وريحة ما حصلتش. الكمية اللي انا نزلت بيها دي ربع كيلو من القشطة البلدي. يلا بينا نخش على الفرن. وادي الصينية بعد ما سبناها ساعة الا ربع في الفرن، طالعة ريحة ما اقولكوش. يلا بينا ندوق. بص يا باشا، الخرطة بالصلاة على النبي ماسكة نفسها وكريمي، والطعم بقى في حتة تانية خالص. جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله تعجبكم، وبألف هنا وشفا. وما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات. شكرا.